البداية الجديدة مش لازم تكون انك تغيري شغلك او انك تلمي هدومك وتسافري بلد تانية. اوقات كتيرة التغيير بيحصل وانت لسه في نفس مكانك في بيتك ونفس الظروف اللي انت عايشة فيها، ولكن بعقلية مختلفة. انا منى وده فيديو جديد النهاردة. بقالي كتير كده ما صورتش فيديوهات على يوتيوب، ويعني حاسة ان انا كده عايزة ارجع بقوة شوية، محتوى جديد، افكار جديدة وحاجات مختلفة كده نتكلم فيها الفترة اللي جاية. عايزة اتكلم معاكم النهاردة على ازاي تبدأي حياتك من جديد. لو انت شايفة ان حياتك كده انت ماشياها مش فاهمة ايه اللي بيحصل، مش مستوعبة الهبل اللي بيحصل في حياتك، وعايزة تعملي كده ستوب كده، عايزين نوقف ونعمل ريستارت لحياتنا من اول وجديد، ونبدأ كده على نظافة كأننا لسه بنقول بسم الله النهاردة هنعيش حياتنا من أول وجديد. عندي في كتاب Atomic Habits، طبعا اللي هو العادات الذرية، لو في حد ما يعرفوش الكتاب ده عظيم لازم تقرأوه. هو يعني معلوماته كتير شوية، ولكن بجد لازم انكم تقرأوه تستفيدوا من الكلام بتاعه ده. بيقول لي ايه بقى في الكتاب؟ ان التغيير مش بيحصل مرة واحدة. يعني انا مش هصحى الصبح كده، يعني صحيت الصبح كده هلاقيني شكلي حلو، بشرتي حلوة، بقى معايا فلوس، بشتغل شغلانة حلوة، بيتي حلو، صورتي كويسة. لا 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 لا، ده مش سحر. انا ممكن اوصل للحاجات دي كلها في يوم فعلا، يعني في يوم هصحى فيه هلاقي نفسي فعلا وصلت للحاجة دي، ولكن من خلال شوية حاجات عملتها كونت عندي الحصيلة دي لحد ما وصلت لليوم ده، وأصبح إن أنا فعلا بقيت بالصورة اللي أنا عايزاها. يعني حاجات صغيرة لو أنا بمشي عليها كل يوم باستمرار، هلاقي نفسي إن أنا بعد سنة أو 2 من دلوقتي فعلا حياتي اتغيرت وبدأت حياة جديدة فعلا لايقة معايا، أو الحياة اللي أنا بتمناها وإن أنا شايفة إن هي مناسبة لي. الحاجة دي أنا لو طبقتها على حياتي وعلى نفسي وعلى أهدافي، هتكتشفي إن أي يوم في حياتك ممكن يكون أول يوم في حياتك الجديدة. يعني إيه من الكلام ده؟ يعني أنت دلوقتي عايزة تتغيري، النهاردة ممكن تتغيري، بكرة ممكن تتغيري، بعده ممكن تتغيري، ولكن انت عندك خوف وحاسة ان الوقت اللي انت فيه ده مش الوقت المناسب. والحقيقة هي ان كل يوم هو ممكن تخليه بداية لحياتك الجديدة. طيب ايه بقى الحاجات اللي انا ممكن اعملها؟ اول حاجة انك تبدأي بالعادات الصغيرة. مفيش حد بيبقى كده معاه 1,000,000 جنيه مرة واحدة، لا، هو كان معاه 10 جنيه وبعدين 100 جنيه وبعدين 1000 جنيه وبعدين 100,000 200,000 لحد ما وصل ل1,000,000 جنيه. غيري أول عادة صباحية في يومك. عارفة لو انت صحيتي الصبح ركزتي على أول ساعة في يومك، عملت فيها بس حاجة صغيرة قد كده، يعني مش عايزة أقولك التغيير اللي ممكن يحصل في حياتك ازاي. يعني بدل ما تصحي تفتحي كده الموبايل وتروحي تشوفي مين بعتلك على واتساب، مين عملك منشن على الفيسبوك، ايه الفيديوهات الجديدة نزلت على التيك توك وهكذا، حاولي تعملي حاجة تانية. هاتي كده التو دو ليست بتاعتك، اكتبي فيها افكارك النهاردة، ايه المشاعر اللي انتي حاساها الوقتي، تبقي صاحية كويسة، صاحية حاسة انك زعلانة النهاردة، هرموناتك ضاربة شوية، اكتبي كده وعبري عن نفسك، هتحسي فعلا بفرق. لانك كل ما انت بتصحي الصبح كده تفتحي تشوفي الاخبار ومين عمل ايه ومين بعت ايه، كل الحاجات دي بتأثر على نفسيتك، بتأثر على حياتك وانت مش واخدة بالك. خليكي مركزة مع نفسك ومع حياتك ومع اهدافك وبس. عايزاكي تروحي كده تقرأي كتاب The Miracle Morning، يا رب اكون قرأتها صح. هيعرفك
ان ازاي اول ساعة في يومك بتأثر على حياتك كلها. معقولة يا منى؟ معقولة جدا. معقول ان انا اصحى الصبح مجرد بس ان انا قعدت كده الصبح ساعة، قعدت مثلا بعمل حاجات عبيطة كده في يومي، دي هتأثر على حياتي كلها؟ ايوه. ابحثي عن الموضوع ده واقرأي عنه وانت هتكتشفي حاجات مش طبيعية بجد. طيب، تاني حاجة ممكن تعمليها خطوة صغيرة نحو هدفك الكبير. طبعا زي كل بنت في عندنا أهداف كبيرة كبيرة شوية، كتير قوي يعني. الأهداف الكبيرة دي بتبقى عندنا كده، بنحط عليها كده هايلايتر كبير، عايزين نوصلها مثلا كل سنة. وإذ فجأة السنة بتخلص واللي بعدها بتخلص واللي بعدها بتخلص، وإيه اللي حصل؟ أهدافك لسه مكتوبة زي ما هي، مفيش حاجة منها اتعملت. طب أعمل إيه يا منى دلوقتي؟ أعمل إيه؟ بصي بقى، كل يوم هتمسكي حاجة صغيرة بس، ربع ساعة، مش عايزة منك أكتر من ربع ساعة. ربع ساعة تكتبي فيها أهدافك دي الكبيرة، تبدأي تقسميها لأهداف صغيرة. امسكي هدف وابدأي قسميه لأهداف أصغر كمان، بحيث انك لما تيجي تعملي حاجة منه في يومك ما ياخدش منك أكتر من ربع ساعة. هل ربع ساعة دي هتفرق في حياتي؟ جدا هتفرق، وهتوصلك مثلا بعد شهر لنقطة انتي كنتي عمالة تدعبسي فيها بقالك 3-4 سنين. صدقيني بجد، اقعدي بس كده مع نفسك كده وركزي، شوفي انت عايزة تعملي ايه، هتلاقي نفسك بتعملي حاجات انتي ما كنتيش متخيلة. تالت نقطة، ودي اهم نقطة بجد، وهي غيري بيئتك. لو عايزة انك تبدأي حياتك من جديد او تعملي كده فاصل لحياتك، تبدأي من جديد، لازم تغيري البيئة بتاعتك. هل قصدك ان انا الم هدومي وامشي اسافر اسيب اهلي اسيب بيتي؟ لا لا. امال اعمل ايه؟ الأوضة اللي انت قاعدة فيها غيري ترتيبها، المكتب رتبيه، شيلي اي حاجة انت مش عايزاها، دولابك فضيه من الهدوم اللي ما انتش بتلبسيها بقالها 30 سنة عندك، غيري مكان الكرسي بتاع المكتب، حطي ديكورات جديدة، هاتي ملايات جديدة للبيت، للسرير، هاتي مفارش جديدة. كل ده تغيير للبيئة بتاعتك. هو انت فاكرة ان البيئة بس هي البيت اللي انت عايشة فيه او المنطقة اللي انت عايشة فيه؟ لا، ده السرير اللي انت بتنامي عليه ده بيئة، والمكتب بيئة، الدولاب اللي انت بتطلعي منه اللبس بتاعك ده بيئة. كل دي حاجات بيئة حواليكي بتأثر عليكي. طيب، ايه ده علاقته ان انا ممكن اغير من نفسي او ابدأ حياتي؟ اي تغيير مادي محسوس، يعني انا دلوقتي البتاع ده قدامي، المكان ده مش مكانه، فهو عامل أزمة هنا في المكان ده. كل ما بروح كده وارجع ابص الاقيه في نفس المكان مش مكانه اصلا. اول ما اشيله وارجعه مكانه والاقي المكان بقى فاضي، هرتاح نفسيا. فاي حاجة مادية بتحصل قدامي بتأثر عليا داخليا، فانت لما تعملي تغيير مادي محسوس قدامك هيأثر على التغيير اللي انت عايزة تعمليه من جواكي. رابع نقطة والمهمة جدا، مفيش وقت مثالي للبداية. تعالي بقى كده، ما تقوليليش هستنى اما السنة تبدأ علشان أبدأ أغير من نفسي أو أغير حياتي. مش هستنى يوم 1 في الشهر عشان أبدأ، مش هستنى من يوم السبت عشان أبدأ. النهاردة دلوقتي بعد ما تقفلي الفيديو ده الوقت المناسب. أي لحظة في حياتك هي الوقت المناسب. لو انتي نايمة وصحيتي تاني يوم الصبح ده الوقت المناسب. اوعي تستني وقت مناسب عشان تبدأي حاجة. الوقت المثالي هو اللحظة اللي انتي هتقرري فيها انك مش عايزة تكرري نفس اليوم بتاعك تاني. كل يوم بتصحي بتعملي نفس الحاجة هياها، وعجلة بتلف كده في دايرة ملهاش مش مفهومة. انتي مش عايزة تكرري نفس العجلة دي تاني، يبقى ده هو فعلا الوقت المثالي عشان تبدأي. ابدأي دلوقتي حتى لو بخطوة صغيرة، عشان بعد سنة تشكري نفسك انك بدأتي
وكسرتي دايرة الكسل والخوف اللي كانت عندك. وبس كده، هو ده فيديو النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة.